ننشط نفسنا شوية. إنجيل النهاردة من إنجيل معلمنا متى الإصحاح 4. طبعا إنجيل معروف جدا، هو إنجيل السامرية، وإحنا إنجيل السامرية لسه قارينه قريب في فترة الصوم. بصوا، كلمة ربنا ممكن تتفهم بأكتر من طريقة حسب الشيء اللي الكنيسة بتحتفل بيه وحسب ما أنت موجود في أي لحظة في حياتك الروحية. عشان كده قراية الإنجيل ممكن واحد يقرأ العمر دايما يلاقي فيها حاجة جديدة ليه ورسالة تناسب الوقت اللي هو بيقرأ فيه الإنجيل. احنا هنقعد نعيد كل سنة نفس الإنجيل في نفس الوقت نقول نفس الكلام؟ لا، كل مرة نقرأ فيها الإنجيل في رسالة جديدة من ربنا لكل واحد فينا. لما قرينا الإنجيل في فترة الصوم كان تركيزنا على قدرة المسيح إن هو يحول من الموت للحياة، عشان احنا بنحتفل المسيح اتصلب. فترة الصوم لما بنذكر المرأة السامرية أو المفلوج أو الابن الضال أو المولود أعمى، بنشوف إن قدرة ربنا إن هو يحول من الموت للحياة، من الشلل للمشي، من العمى للشوف. قدرته إن هو يعطي حياة. طب إحنا في الخمسين دلوقتي نقرأ الإنجيل ده ليه؟ لأن في فترة الخمسين كلها المسيح عايز يقول إن إحنا بنتنقل للإنسان الجديد، إنسان القيامة. وإنسان مصدره في الحياة هو المسيح نفسه. يعني قبل كده كان بياخد الغذاء بتاعه منين؟ من العالم، وكان تعبان. لما اتنقل للمسيح اللي قام من بين الأموات بقى ياخد الغذاء بتاعه من المسيح اللي قادر أن يعطي حياة. فالأسبوع اللي فات يقول لنا أنا هو إيه؟ خبز الحياة. النهاردة لما يتكلم على السامرية مش بنركز على تابت، لكن إن هو اداها من الماء الحي. أنا هو ماء الحياة. والأسبوع الجاي يبقى إيه؟ نور العالم، وبعدين الطريق والحق والحياة. فكله إن المسيح هو مصدر الحياة لينا. النهارده ركز عن إن المسيح مصدر الارتواء. والمرأة السامرية قبل المسيح كان حالها إيه؟ كانت زي كل واحد فينا وزي كل واحدة فينا. الإنسان محتاج للماء، سواء الماء بتاع الجسد أو الماء بتاع العواطف أو الماء بتاعة الروح. محتاج إنه هو يرتوي، محتاج إنه يرتوي. والمرأة السامرية كانت تتهيألها أفري ناو اند ذن كده، كل شوية نتقابل حد تقول إيه؟ هو ده الحب اللي أنا، هو ده. شوية مرة، اتنين، يومين، تلاتة، شهر، اتنين، ونبص لإيه عملت إيه؟ اكتشف إنها بتطلب من واحد نفسه محتاج، ما عندوش. أعمى يقود أعمى يسقط كلاهما. واحد نفسه ما عندوش حاجة، تسيبه شوية وتقابل حد تاني، والحد التاني يقول لها إيه؟ لا أنا مختلف بقى عن الأولاني، المرة دي العملية مختلفة. شوية وتكتشف التاني زي الأولاني. شوية وتقابل حد تاني مختلف عن الاثنين الأولانيين وتقول هو ده. شوية وتكتشف إنه إيه؟ زي الأولاني وزي التاني والتالت زي الرابع زيهم كلهم. وحشين مش وحشين، بس كلهم ما عندهمش الماء الحي اللي هيحط أمله ورجائه إنه هيقابل حد يديله الحياة. هيحبط جدا في حياته وهيبقى ممرر ومتعذب ودايما زعلان. تاني اللي هيفضل مستني
إنه يقابل حد في حياته يغير له حياته، يفرح له قلبه، يسعده، يخليه كده. لا مفيش. تقولي ليه الناس وحشة للدرجة دي؟ الناس مش وحشة، الناس مجرد ناس. والإنسان بطبيعته إيه؟ محتاج. الوحيد اللي يقدر يدي بلا حدود هو مين؟ الوحيد اللي يقدر يغفر بلا حدود، اللي يقدر يحبك بلا حدود، اللي يقدر يرحمك بلا حدود، اللي ما طبقا ليك. ممكن واحد يحبك وانت كويس، ما يقدرش يحبك وانت وحش. يحبك وانت سليم، ما يحبكش وانت تعبان. معروف يحبك غني وانت قوي. لكن مين اللي ما تفرقش معاه انت؟ لأنه هو نفسه محبة، هو نفسه غفران، المسيح. عشان كده يقول لها الذي يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لن يعطش إلى الأبد. بس كده؟ لا، ده مش بس كده، ده كمان الماء اللي أنا حديهوله مش بس حيرويه ويشبعه، هيخليه كمان يقدر يدي لآخرين أيضا، يفيض. بس إن احنا كلنا لسه ما شربناش من الماء ده، لسه فينا جزء صغير. يمكن فلان هو ده بقى المرة دي. يمكن بس لو اشتغلت الشغلانة دي حياتي كلها خلاص هبقى سعيد. يمكن لو بس اشتريت البيت ده أنا حياتي كلها هتستقر. يمكن كل واحد فينا يدور على حاجة لغاية لما يجيبها، وبعد ما يجيبها يقعد شوية يقول إيه؟ مش هي. كم مرة ما تستغربوش واحد يقول الست دي إيه؟ 4 مرات. طب وانت كم مرة؟ كلنا كم مرة حطينا أملنا ورجائنا في أشياء في الآخر مش هي. عايز أقول الست دي أول لما أدركت المسيحي دي يقول لها لا تعلمين من هو الذي يكلمك، لو بس تعرفي يديهولك. أول لما تاخد الماء الحي هتروح لنفس الناس اللي كانت بتطلب منهم، بس المرة دي هتروح تعمل لهم إيه؟ لأول مرة هتقدم لهم شيء. لأول مرة هتروح لنفس الناس اللي كانت تطلب منهم حب ومحدش قادر يديها، هتطلب وهي عندها شيء تديه. شوفوا هنا ربنا حول الإنسان اللي دايما مادد إيده ومحتاج، أو دايما بيشتكي إن مفيش حد بيريحه، أو دايما بيشتكي إن مفيش حب في حياته، أو دايما بيشتكي إن مفيش نجاح في حياته. حوله الإنسان عنده شيء يقدر يديه، مش مستني. يعني يقدر يحولني كده من شحات لواحد بيدي. تقول أنا مش شحات، لا هقول لك إحنا بنستجدي من بعض طول الوقت إيه؟ حاجات. أمني، اسمعني، حبني. وما لو أخدت المسيح هيحصل إيه؟ هتلاقي نفسك أنت اللي رايح للناس تقول لهم إيه؟ أنت مالك؟ أنا ممكن أريحك. يقول لك منين؟ يقول أصلا أنا كنت قاعد مع المسيح. المسيح اداني ورواني وشبعني ونور حياتي وعرفني الطريق والحق والحياة. أقدر أساعدك في حاجة. وتبص تلاقي فرحتك مش بإنك فرحتك إنك بتعمل إيه؟ بتدي. إحنا لسه في مرحلة الفرح من الأخذ، عشان كده دايما محبطين، لأن دايما هيكون في حاجة ناقصة والحاجة دي منكدة على. لو رحت للمسيح وعرفت انت واقف مع مين واخدت حي، هتلاقي نفسك رحت لنفس الناس. الست دي كانت في البلد لغاية يومها، لا هم عايزين يكلموها ولا عايزين يشوفوها لأنها ست مش كويسة، ولا هي عايزة تشوفهم لأنها ظلمنها. ودايما نسيت كل شيء بينها وبين الناس، نسيت كل حاجة. كل اللي فاكرة حاجة واحدة بس: تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. وتنتهي القصة بأن دول يؤمنوا بالمسيح مش بس بسبب الكلام، لكن بسبب أن هم راحوا وكلموا مع المسيح نفسه.
امتى هيحصل التغيير ده في حياة كل واحد فينا؟ لأنه لو ما حصلش احنا واقفين محلك سر. يعني لو ما حصلش التغيير ده في حياة كل واحد فينا، هي بس المشكلة بتتغير. دلوقتي الشغل، وبعدين ب5 سنين تبقى مراتي أو جوزي، وبعدين يبقى مشكلتي مع العيال، وبعدين مشكلتي تاني مع الشغل، وبعدين مشكلتي مع الكنيسة أو مع الخدام أو أي حاجة. ليه؟ لسه مستني حد يجي يفهمني أو يسمعني. ربنا النهاردة بيدينا فرصة ويقول لنا أنا هو الماء الحي، مش بس خبز الحياة، ده أنا الماء الحي. إيه اللي يحوجك للناس؟ طب ما تكون أنت خادم للناس لو أنت شربت من الماء بتاعي. ما تصعبش عليك نفسك قوي. أنت زعلان من الناس ليه؟ عشان ما عندهمش حاجة يدوها لك. طب وأنت عندك إيه؟ يعني أي حد فينا زعلان من حد منكد عليه في حياته، زعلان منه لأنه ما عندوش. طب ما أنت نفسك ما عندكش. تعالوا نتحول زي الست دي، ما نفكرش في نفسنا، ننسى نفسنا ونبتدي نشوف مين محتاج. أقدر أسعد مين؟ أقدر أخدم؟ أقدر أوصل كلمة رب؟ أنا خايف لأني بشوف نفسي وبشوف ناس كتير بيفضلوا العمر كله واقفين قدام نفس الباب وبيخبطوا ومفيش حاجة ورا الباب. سنين طويلة تفضل واقف نفسه ورا الباب وعمال تخبط، مفيش حد وراه. بتخبط لمين؟ اللي انت طالبه مش ورا الباب، اللي انت طالبه هو المسيح. ابتدي روح له، وابتدي حبه، وابتدي اقبل حبه ليك، واقبل عطاؤه ليك، وارجع لنفس الناس، بس ارجع لهم بروح ايه؟ روح عطاء مش روح أخذ، روح خدمة مش روح طلبات. كل الأمور هتبقى مختلفة، وتتحول المرأة السامرية للمرأة الخادمة، والمدينة كلها تفرح وتؤمن بالمسيح. ربنا يدينا انفتاح قلبها. المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآن. Ike stosion astonion namin tinoshevo emojio ben choice Isus be Christos eboro entebo afton fevol knies Eo emashom sotimono onainan Leison Kyrie Leison Kyrie flogison amin esmoeros stimetania konievol kon esmo Amin الشوبي تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك. يبقى في تمجيد لماري جرجس عشان خاطر عيد ماري جرجس كان من يومين. احنا دايما بنحتفل حد في الاسبوع ده، مايو ده مليان. ماري جرجس الاسبوع ده، ماري مرقس الاسبوع، اثناسيوس الاسبوع اللي بعده، قديسة دميانة الاسبوع اللي بعدها. في 4 كبار يوم جمعة، بس احنا هنحتفل. الأبروشية بتاعتنا بتحاول تعمل لبس موحد للشمامسة في كل الأبروشية. فاحنا هندي فرصة، يا ريت اللي عنده ولاده او اللي هو شماس يجي للباسون جورج جون دكتور محب ويديله المقاس بتاعه ويعمل اوردر. هنحاول نخلي البروشيه كلها، والاولاد الصغيرين برضو اللي اولاده شمامسه يعمل الحكايه دي عشان نعمل اوردر من الكنايس، وهيجي خلال شهر. الحاجه الثانيه عندنا محمد داني